طعن في صحيح البخاري لا لذات البخاري، وإن المقصود به الطعن في السنة، ولذلك يعمدون إلى أصح كتاب فيطعنون فيه، لأن ما دونه أسهل. الذي يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يطعن في أبي بكر ولا عمر. لماذا؟ هم طعنوا في قدوتهم، فلا يحتاج أن يطعن. الذي يطعن في صحيح البخاري ما يحتاج إلى أن يطعن فيما دونه. الذي يطعن في أبي هريرة لا يحتاج إلى أن يطعن في أحد الصحابة، لأنه إذا طعن في أبي هريرة ارتاح من نصف السنة. هل سمعتم أن أحدا طعن في آب اللحم لما يروي الحديث واحد؟ يحتاجون إلى ألوف مؤلفة من مثله ليصلوا إلى مرتبة أبي هريرة. فهذه خطة أعداء. إذا طعنوا في الرأس ونظير ذلك البدن، إذا قطع الرأس انتهت الرجلين، فالقاتل يعمد إلى الرأس أو إلى مقتل. فالبخاري رحمه الله تعالى هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فإذا تطاول الناس عليه فهم على ما دونه أسهل وأيسر. فليس عبثا أن يطعنوا في صحيح البخاري، وليس قصدا للإمام البخاري أو أنه غير معصوم. لا يشك أحد في أن البخاري غير معصوم، ولا أن أبا بكر وعمر غير معصومين، ما يشك أحد في هذا. لكن الأمة تلقت هذا الكتاب بالقبول، حتى قال جمع من الأئمة أن من حلف بالطلاق أن جميع ما في صحيح البخاري صحيح لا تطلق امرأته. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد، يليه في المنزلة والمرتبة مسلم، صحيح مسلم، وهم الصحيحان اللذان تلقتهما الأمة بالقبول. فالذي يتطاول على هذين الكتابين يسهل عليه أن ينقض ما دونهما، إلى آخر ما قاله أهل العلم. وإذا عرفنا سلف أمثال هؤلاء وأنهم من البداية الذين ردوا السنة الخوارج، ثم تلاهم المعتزلة، والله المستعان.